السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبخصوص هذه المناسبة السعيدة نقدم لكم باقة من توصيات المرجعية الدينية العليا بخصوص وظيفة شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمن الغيبة. نرتبها لكم وفق نقاط. النقطة الأولى ألا وهي معرفة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وكيفية معرفة الإمام روحي له الفداء تتمثل بمطالعة ومتابعة وقراءة وتتبع المؤلفات التي تتحدث عن شخصية الإمام روحي له الفداء، التي تبين حال ولادته، وكذلك الغيبة الصغرى والسفراء الذين كانوا في الغيبة، وكذلك في زمن الغيبة الكبرى وما جرى على الإمام روحي له الفداء قبل غيبته وما بعد غيبته. فإذا أولى النقاط ألا وهي معرفة الإمام روحي له الفداء صاحب العصر والزمان. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية التي تترتب ما بعد المعرفة، أن يكون هنالك تعلق بالإمام روحي له الفداء، وهذا التعلق سوف يؤدي إلى استحضار الإمام روحي له الفداء، أم هو مضطرب الحال أم هو مأمون الحال، وهكذا حينما تستشعره في الخلوات والمجالس العامة فتبني علاقة مع الإمام روحي له الفداء، وكون وضعه المعيشي كيف يكون، فهذه أيضا من وظائف شيعة أهل البيت عليهم السلام أن يستحضروا ويتعلقوا بالإمام سلام الله تعالى عليه. والنقطة الثالثة ألا وهي أن يستحضروا ما هو وضع الإمام روحي له الفداء، وهل يمر بأزمات بصعوبات وما شابه ذلك، لأن هذا سوف يخلق علاقة ما بين الإمام روحي له الفداء وما بين ذلك الشخص الذاكر لوضع الإمام روحي له الفداء وما يراه في هذا العالم من خير وشر، من فساد ومن صلاح وغيرها من الأمور لا نريد أن نطيل الحديث عنها. فإذا هذه الوظيفة النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة ألا وهي بعد هذا الاستحضار وهذا الشعور والتعلق بالإمام روحي له الفداء، نقول لكم الرابعة ألا وهي ذكر الإمام روحي له الفداء من قبل هذه الأدعية التي ورثناها عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، مثل دعاء العهد ودعاء الندبة، وكذلك نقرأ زيارة الناحية المقدسة وغيرها من أدعية الفرج ودعاء الغريق وما شابه ذلك. فسوف تكون علاقة وطيدة ما بين المؤمن وما بين الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والنقطة الخامسة وهي أن يكونوا منتظرين للإمام روحي له الفداء بكل حب وشوق، لأن هذه الأمور الحب والشوق والانتظار للإمام سلام الله تعالى عليه قد ورد عن الأئمة الطاهرين أن انتظار الفرج من أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الانتظار بالحب والشوق لصاحب العصر والزمان. والنقطة السادسة والمهمة ألا وهي التي تكمل مسألة الانتظار إخواني، وهي مسألة التبصر والتفقه في الدين، لأنك سوف تتسلح بالبصيرة وكذلك بالفقه، وسوف تكون هنالك شبهات في الحياة الدنيا وهنالك فتن ومظالم، فسوف تميز الخبيث من الطيب، الصالح من الطالح، وتكون عندك هنالك رقابة شرعية شديدة على نفسك، وحتى لا تنزلق بالملذات والشهوات والعياذ بالله. والنقطة التي تتلوها ألا وهي وظيفته بعد الفقه أن يكون مزكيا لنفسه، وكيفية تزكية النفس ألا وهي بتصفيتها ومن ثم تحليتها. والتصفية تكون عبارة عن اكتساب الصفات الحميدة، وكذلك تبعد عن نفسك الرذائل والصفات الخبيثة الذميمة، فسوف تكون بالفعل منتظرا
حقيقيا للإمام روحي له الفداء. والوظيفة التي تتلوها أيضا بعد تزكية النفس أن يكونوا المؤمنون متعاونين فيما بينهم، وهذا التعاون يخلق ما بينهم الأواصر الاجتماعية، ومما يطيب أنفسهم ويمهدون لدولة الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه وأن يجعلنا من أنصاره ومحبيه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.